citizen. Pull over. هاتولي الكلب ده. What's happening in my mouth? You got numb tongue? Numb tongue? فيلم النهارده يا شباب خيالي شويه، يا ريت تفتحوا خيالكم معايا شويه. بيبدا فيلم النهارده على سفينه فضائيه اسمها USS كيلفن، وظهرت سفينه فضائيه كبيره قوي وضربتهم باسلحتها وحصلت اضرار كبيره قوي فيها، وكان كابتن السفينه بيحضر علشان يخليها، فجالهم اتصال على الشاشه وان قائد السفينه بيطلب من كابتن السفينه دي انه يروح علشان يتفاوض معاه. وكابتن السفينه دي قال لواحد اسمه كيرك امشي معايا، لو انا ما بعتش تقرير خلال ربع ساعه اخلي السفينه. واصبح كيرك هو كابتن السفينه. ركب وراح سفينه الاعداء وكلموا رجاله نيرو وسالوه عن السفير سبوك، قال له ما اعرفوش. ولما سالوه عن التاريخ النجمي استغرب قوي وقال لهم انتوا منين؟ قام نيرو ده وقتلوا بالرمح بتاعه فورا، وبدا اطلاق النار بين السفينتين، بس السفينه الكبيره كانت اقوى ب20 ضعف. وبدا كابتن كيرك يخلي السفينه. في الوقت ده كانت مراته حامل وبتولد كمان، وقال لها اركبي سفينه الاخله، وبدا يشغل الطيار الاوتوماتيك بس لقاه اتدمر، فاضطر يضحي بنفسه علشان ينقذ الطاقم كله، وطار بالسفينه بتاعته وخبطها في السفينه المعاديه في لحظه ابنه ما اتولد وسماه جيم. بعد كده ظهر جيم ده وكان بيجري بعربيه وكان مجنون قوي، ولحقه ظابط مرور بموتوسيكل وقال له اقف، بس جيم خد ملف وزود السرعه كمان، ولما جه عند فجوه في الارض خمس بالعربيه ونط منها قبل ما تقع، وسابوا الشرطي ومشي لان مفيش جريمه وملقاش معاه فلوس ياخدها زي عندنا. بحب مصر. بحب مصر وحضرتك بتحب مصر طبعا، وانا بحب مصر. امال وحضرتك وكل ده وانا بحبك. جه كوكب فولكان وكان في ولد صغير اسمه سبوك وكان بيتعلم، واصحابه في المدرسه بيتريقوا عليه لان امه بشريه، وضربهم لان كان عندهم ده عار زي العبيد بتوعنا زمان كده. ولما كبر راح يمتحن في مجلس الفولكانيين فعيروه بامه كمان، فرفض الشغل معاهم وقدم على شغل في سفينه ستارفليت لانه كان شاطر قوي وسابهم ومشي. ظهر جيم كيرك وبيحاول يتعرف على بنت في الحانه وما قالتلوش على اسمها، وبعد الحاح قالت له ان اسم عيلتها أهورا، وسالها عن شغلها قالت له انها طالبه عسكريه بتدرس علم لغات الاجناس الفضائيه، وكانت فاكراه جاهل وحاولت تستفزه، بس جيم كان واد مقطع. وجم اصحاب البنت وفاكرينه بيعاكسها ومسكوه وبداوا يضربوا في بعض واتغلبوا عليه في الاخر لانهم كانوا 4. دخل الحانه رئيسهم ووقفهم، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت، وطلعهم بره الحانه خالص. ولما قعد مع جيم كان يعرف ابوه وانه كان كابتن لمده 12 دقيقه، وان جيم نتائج اختباراته حلوه قوي، وقال له سجل اسمك في ستارفليت. ولما رفض جيم استفزه الكابتن وتحداه انه يكون زي ابوه، وحكى له عن فيدراليه الكواكب المتحده اللي بتحافظ على السلام في المجره. ولما قطعوا جيم سابه ومشي، وتاني يوم راح قدم في ستارفليت وتحداه كابتن بايك ده انه يبقى ضابط خلال 3 سنين. وبعد 3 سنين ظهر نيرو بالسفينه بتاعته، وظهرت سفينه صغيره ومسكها. وفي ستارفليت ظهر جيم وصاحبه بونز اللي كان دكتور، وقال له جيم انا همتحن تاني لان التدريب ده محدش بينجح فيه، وكان جيم امتحن مرتين قبل كده وسقط. دخل جيم الامتحان وكان هو كابتن سفينه وفي 3 سفن بتحاربه، وعمل حيله وانتصر في الحرب دي ودمر كل السفن اللي في الامتحان، وطلع واحد جامد قوي. وفورا عملوا جلسه محاكمه لجيم، وقال له رئيس الجلسه انه نجح في الامتحان ده بالغش، فطلب منه جيم انه يشوف اللي اتهمه. فطلع القائد اسمه سبوك، شاب اللي حكينا عنه قبل كده، وان هو اللي برمج الامتحان. وقعدوا يتجادلوا مع بعض، وجي واحد يبلغ رئيس الجلسه ان كوكب فولكان طلب استغاثه، وان الاسطول كله في النظام اللورنتي، وامر كل الطلبه العسكريين يتحركوا علشان يروحوا. ولما وصلوا لقى جيم نفسه ممنوع من السفر عشان لما تخلص محاكمته. خدوا صاحبه بونز وحقنوا بماده عشان يبقى مريض ودخلوا السفينه معاه. ولما وصلوا للسفينه انبهروا بيها، وكان اسمها USS انتربرايز. وركبوا السفينه ووصل الكابتن بايك وتحركوا بالسفينه. ولما ذاعوا الخبر اللي جالهم من كوكب فولكان انها بدات بعاصفه رعديه في الفضاء، ولما سمع جيم طلع يجري على أهورا وخدها ويروحوا للكابتن ويوقفوا السفينه لان دي خدعه من سفينه الرومليين اللي كان قائدهم نيرو. ولما وصلوا الكابتن بايك اتجادلوا كتير، وفكرهم جيم بيوم ميلاده بالتقرير اللي كتبه كابتن بايك نفسه. ولما اتاكدوا من كلامه رفعوا دروع السفينه وخففوا السرعه، واول ما طلعوا للفضاء لقوا الرومليون دول مستنيينهم، وبدات سفينه نيرو تضرب فيهم. وفجاه وقفهم نيرو لما قرا اسم السفينه، واتصل بيهم نيرو وكلموا كابتن بايك وقال له انه بيتعدى على فيدراليه الكواكب المتحده
ونيرو سأل عن سبوك، وسبوك قال له انا ما اعرفكش. قال له احنا لسه ما اتقابلناش. وطلب نيرو من كابتن بايك انه يروح للسفينه بتاعته عشان يتفاوضوا. طبعا قالوا له ده هيقتلك، بس كابتن بايك قال انه عاوز ضباط اتدربوا على القتال المباشر، وخد معاه 2 وجيم كمان. وطلب من سبوك يحل محله، وقال لجيم انت بقيت ضابط اول، يعني تحت الكابتن على طول. طبعا ده ضايق سبوك جدا، بس ما كانش يقدر يعمل حاجه. بعد كده ركبوا سفينه صغيره واتحركوا، ونزل بايك جيم والاتنين اللي معاه، واداهم مهمه انهم يدمروا الاله اللي معطلاهم. وقبل ما ينزلوا واحد منهم مات، ونزلوا الاتنين على الاله وطلع لهم جنود، وبعد خناقه بينهم طولت شويه اتغلبوا عليهم وخربوا الاله اللي كانت بتدمر الكوكب. بس نيرو وصل لنواه الكوكب في الفتحه اللي هو عملها، طلع ماده حمراء وحطها في اله ورماها في الفجوه دي، والماده دي بتعمل ثقب اسود وبتلتهم الكوكب. ولما شافها جيم بلغ السفينه بتاعته، وقع صاحب جيم من على الاله وما كانش معاه مظله، فنطوا وراه جيم فتحوا مظلته اللي باظت فورا، ولحقتهم السفينه ونقلتهم بالشعاع بتاع السفينه. ولما وصلوا للسفينه كان سبوك رايح ينزل للكوكب علشان يحمي المجلس الاعلى بتاع الفولكانيين اللي هو منهم. ولما نزل سبوك راح لمكان المجلس وخدهم معاه، ولما كانوا بينقلوهم بالشعاع امه وقعت وماتت. زعل جدا طبعا سبوك لانه كان ظاهر انه بيحب امه جدا. لحظه الثقب الاسود التهم كوكب فولكان كله، وجه نيرو وكان عاوز من بايك يديله الذبذبات اللي بتعطل دفاع الارض، وحط حشره في بقه تجبره على الاجابه. كان ناوي انه يدمر الارض. وسبوك وجيم هم بيتناقشوا، واحد منهم بيقول انهم يلحقوا الاسطول بتاعهم، وده كان سبوك. وجيم قال له انهم لازم يوقفوا نيرو باي شكل وينقذوا بايك من ايده لانه امرهم بكده. ولما احتد جيم عليه رماه سبوك بره السفينه كلها ان هو الكابتن. وعلى كوكب غير مأهول ظهر جيم وحيوان كبير بيطارده، ودخل كهف فلقى واحد انقذه من الحيوان وخده معاه. والشخص ده اتفاجئ بجيم، ولما عرفه بنفسه ان سبوك من المستقبل وقال له ان احنا اصحاب ما صدقوش طبعا، وقال له انت بتكرهني وانت لسه راميني من السفينه. حكى له على حاجات كتير وقال له لازم تبقى انت الكابتن مكاني، وقال له يتصرف ازاي علشان يظهر ضعف سبوك ويخليه يتنازل عن منصبه. وقال له انه هيرجعه للسفينه، وخده وراحوا قاعده عسكريه تبع ستارفليت. ولما وصلوا هناك قابلوا واحد اسمه سكوت، كلموا سبوك علشان ينقل جيم للسفينه، وراح سبوك معاه. ولما وصلوا للسفينه قبض عليهم سبوك، ولما سالهم وصلوا ازاي مرضيش جيم يجاوبه، وبدا يستفزه بكل الطرق لحد ما سبوك قعد يضرب فيه وكان هيقتله. وابوه لحقه لما نده عليه. ولما فاق سبوك بلغ انه هو مستقيل من منصبه ومسك جيم القياده وبقى هو الكابتن، وبدا يتكلم للسفينه كلها انه هيطارد نيرو وانهم يستعدوا للقتال. وجه جيم ضابط صغير اسمه تشيكوف وقال له ان سفينه فولكان قربت على الارض، وطلب منه انهم يلحقوه ويكونوا متخفيين ورا كوكب تايتن، وممكن ينقلوا ضباط بالاشعه لسفينه نيرو. ولما جالهم سبوك اكد على حسابات تشيكوف وقال لجيم انا تحت امرك، نروح انا وانت للسفينه نيرو، وعشان انا فولكاني اقدر اتعامل معاهم وعلى الكمبيوتر بتاعه. وبدا نيرو ينزل المثقاب بتاعه على الارض وبدا يحفر فيه، وجيم وسبوك اتنقلوا لسفينه نيرو وخلصوا على كام جندي كده، وعرفوا مكان بايك ومكان السفينه اللي فيها الماده الحمراء. وسبوك ركب السفينه اللي فيها الماده الحمراء، وراح جيم لكابتن بايك وهو في الطريق لقى نيرو ومسكه وقعد يضرب فيه. وفي الوقت ده خرب سبوك المثقاب وعرف نيرو واتضايق جدا وساب جيم ومشي، وراح عشان يدمر سفينه سبوك واطلقوا عليها النار، فاختفى بسرعه الضوء وراحوا وراه. وتخلص جيم من الجندي اللي معاه وراح لبايك وحرره. وفي اللحظه دي كان سبوك هيخبط السفينه اللي فيها الماده الحمراء في سفينه نيرو، واطلق نيرو عليه النار. وظهرت هنا سفينه انتربرايز واطلقت قذائفها ناحيه قذائف نيرو، وقبل ما السفن يخبطوا في بعض اتسحب جيم وبايك وسبوك لسفينتهم بالشعاع، وانفجرت السفينتين والماده الحمراء عملت ثقب اسود كبير قوي والتهمت سفينه نيرو، وبدات تسحب سفينه انتربرايز وبقت في ورطه كبيره وبيحاولوا يحلوها. وقال لهم سكوت يطلقوا القذائف اللي باقيه وهتديهم دفعه. قالوا له نفذ بسرعه. وفعلا في النهايه طلعت السفينه من الثقب الاسود وفرح كل اللي في السفينه. ولما وصلوا للارض عملوا احتفال وسلموا قياده السفينه لجيم اللي كلهم هنوه وفرحوا باللي عمله انه انقذهم كلهم وبقوا فخورين بيه. انتهى فيلم النهارده يا شباب، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.